النهارده اعمل فيديو كده صغير وان شاء الله يعجبكم وممكن تستفادوا منه. حاجة احنا بنركنها او في ناس بترميها، ممكن تستفادوا بصراحة منه في حاجة حلوة قوي. دي نتيجة ظهرها كده بيبقى خشب، والوش بتاعها بيكون مكتوب عليه كلمة الله او اية قرآنية. الحاجات دي ما ينفعش طبعا اللي هي تترمي، مش هتستخدميها اركنيها في جنب كده في الدولاب. ما ترميهاش خالص عشان طبعا حرام. وعندي كده شوك، معالق، سكين، اللي هي الشوك العادية البلاستيك، بس الوان اللي هو النحاسي كده. عندك ابيض، عندك اللون الاسمر. في منها طبعا المعالق والحاجات دي في منها الوان ماشي، بس انا عجبني اللون دوت، قلت هيبقى شكله كده حلو وظريف. فجبت كده اللي هو شمع. انا ما عنديش مسدس شمع، فهستخدم الشمع كده، يا اما بالولاعه يا اما اولع البوتاجاز والزق على طول. زي ما انتم شايفين انا لازم اظبط الحاجه بتاعتي. انا قبل ما اصور عملت شكل، والشكل اللي خلاص حبيته في الاخر هو ده اللي انا هعمله قصادكم. يعني انتي برضو تعملي شكل الاول، تحطي الشوك وتحطي المعالق، خلاص الشكل عجبك خلاص لزقي، ما تروحيش ملزقه على طول وبعد كده تفكي. فاهمه قصدي؟ عملتها بالشكل دوت اهوت، شكل حلو قوي وجميله بجد. يعني جوزي حبها جوزي حبها وعيالي حبوها، قالوا لي الله شكلها جميل قوي. فشيء عارفين اللي هي الصور بتاعتنا اللي هي الصغيره بتاعت اولادنا، بنجيبها بقى ونحطها زي ما انتم شايفين كده. برضو ما تلزقيش الصور، بتحطي الصور الاول، وبعد خلاص ما ترصيها وعجبتك الرصة بتاعت الصور اللي انت حطاها، بتروحي ملزقة. خلاص يعني انتوا شايفيني انا ممكن دلوقتي هبدل صور، اشيل صور من هنا احطها هنا كده براحتي، عشان انا مش ملزقة حاجة. شايفين؟ هو ده الشكل اللي انا اخدته. حطيت الصورة اللي هي الطويلة قصاد بعضها، الصورة اللي هي عريضة قصاد بعضها، الصور اللي هي اصغر شوية قصاد بعضها. يعني حبيت ان انا انظم كده الشكل عشان يبقى شكله لطيف ان شاء الله معاكم. ولزقتها بالشكل دوت. الشمع برضو يا دوبك الشمع كده لسعة صغيرة من النص، على فكرة مفيش حاجة هتسيح معاكي ولا صورة ولا اي حاجة، وهيطلع معاكي الشكل ده تعلقيها في الحيطة كديكور. بجد جميلة جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك. مع السلامة.